عندك أفكار قصص بتلف في دماغك مش عارف تبدأ منين؟ بتعاني من عقدة الكاتب أو ما يدعى بالإنجليزية بالرايترز بلوك اللي بتشل أي إبداع؟ نفسك تكتب قصص زي المحترفين، قصص تخطف الأنفاس وكمان تكسب منها فلوس كويسة؟ أنا كان نفسي أكتب قصص زمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد شفيق، مطور ومصمم ويب سابق وحاليا صانع محتوى. وكان عندي الحتة دي بحلم دايما إن أنا أكتب قصص مشوقة، بس الوقت ما كانش بيساعد والإلهام ساعات بيهرب، لحد ما ظهر السلاح السري اللي هيغير طريقة كتابتك للأبد. والسلاح ده هو الذكاء الاصطناعي او الاي اي. ايوه، الذكاء الاصطناعي ما بقاش بس للبرمجه وتحليل البيانات، ده بقى اقوى مساعد ليك في كتابه القصص. وهنناقش الموضوع بالتفصيل في الفيديو ده. هقول لك ازاي تستخدم الاي اي عشان تكتب قصه كامله، سواء بقى رعب، فانتازيا، خيال علمي، اي حاجه. والاهم ازاي تحول الموهبه دي لمشروع مربح في 2025. ده مش مجرد كلام نظري، ده حقيقه عمليه خطوه بخطوه. فلو انت جاهز تطلق العنان لكاتب القصص اللي جواك وكمان تعمل منه فلوس، يبقى ركز معايا كويس جدا عشان الفيديو ده مليان كنوز. طيب ليه اصلا اتعب نفسي واستخدم الذكاء الاصطناعي في الكتابه؟ ما اكتب بطريقتي العاديه وخلاص. بصوا يا جماعه، الاي اي بيديك مميزات خرافيه هتغير مفهومك عن الكتابه. اول حاجه سرعه خياليه في الكتابه. تخيل انك ممكن تكتب مسوده اولى لقصه قصيره كامله في دقائق بدل ايام. الاي اي بيقدر يولد نصوص بسرعه رهيبه. تاني حاجه الهام بلا حدود. لو انت مش لاقي افكار، الاي اي ممكن يقترح عليك افكار شخصيات، حبكات، عوالم، ممكن يفتح لك افاق ما كنتش تتخيلها. تالت حاجه هتتغلب على عقده الكاتب. ولو وقفت في نص في القصه مش عارف تكمل، الاي اي ممكن يديلك دفعه، يقترح عليك تكمله، او حتى يغير مسار الاحداث بشكل مفاجئ. ورابع حاجه تحسين الاسلوب واللغه. في ادوات اي اي بتساعد تحسن اسلوبك، تصحح الاخطاء الاملائيه والنحويه، وحتى تقترح عليك كلمات اقوى او تعبيرات افضل. خامس حاجه تجربه انواع ادبيه مختلفه. لو نفسك تجرب تكتب رعب وانت متعود على الفانتازيا، الاي اي ممكن يساعدك تفهم اساسيات النوع ده وتكتب فيه بثقه. وسادس نقطه، ودي طبعا مهمه جدا، هي توفير الوقت للمهام الاهم. بدل ما تضيع وقتك في الكتابه المبدئيه او البحث عن معلومات، خلي الاي اي يعمل لك الحاجات دي وانت ركز على الابداع وعلى تطوير الشخصيات والحبكه. الاي اي مش هياخد مكانك ككاتب، لكن ده مساعد ذكي جدا يخليك تعمل الموضوع بطريقه احسن واسرع واكتر ابداعا. طيب ايه هي الادوات اللي ممكن نستخدمها عشان نخلي الاي اي بيكتب لنا قصص؟ في ادوات كتير، بس انا هركز على الاقوى والاسهل للمبتدئين وللمحترفين. اول حاجه عندنا هي شات جي بي تي، وانا بتكلم هنا عن الاصدارات الجديده زي جي بي تي 4 او الاحدث. ده وحش بقدراته الجديده، بقى بيفهم السياق احسن، بيكتب نصوص اطول واعمق، وبيقلد الاساليب الادبيه بشكل مذهل. ممكن تطلب منه يكتب لك قصه كامله بناء على فكره، او يكمل قصه انت بداتها، او حتى ينقح القصه اللي انت كتبتها. وتاني اداه عندنا هو جوجل جيميناي، بقى منافس قوي جدا لتشات جي بي تي، وبقى ممتاز في البحث وتجميع المعلومات لو قصتك محتاجه خلفيه تاريخيه او علميه. وكمان قدرته الابداعيه في الكتابه بتتطور بسرعه جدا، وده اللي انا هستخدمه في الفيديو بتاع النهارده. في اداه كمان تانية اسمها سودو رايت، متخصصه لكتابه الروايات والقصص. دي اداه مدفوعه بس مصممه خصيصا للكتاب، فيها مميزات خرافيه زي حاجه اسمها اللي هي ستوري انجن اللي بيساعدك تبني عالم القصه بالكامل. وحاجه برضو اوبشن تاني اسمه رايت اللي بيكتب معاك فقره بفقره باسلوبك. واداه تانية اسمها ديسكرايب اللي بتعمل لك وصف دقيق جدا. وانصحك تبدا بالادوات المجانيه زي تشات جي بي تي او جيميناي، اتقنهم كويس جدا ولغايه لما الموضوع يجيب همه، بعد كده بقى اخش في الحاجات المدفوعه. وعموما كل الادوات دي قويه، بس قوتها الحقيقيه بتظهر لما انت تعرف ازاي تتكلم معاها. البرومبت او الامر اللي بتديه للاي اي هو مفتاح كل حاجه. لو كتبت برومبت اي كلام هيطلع لك قصه اي كلام، بس لو كتبت برومبت احترافي هيطلع لك قصه عالميه. ايه هو السر الاكبر لكتابه البرومبت او الامر اللي بتديه للاي اي واللي يخليه يبدع؟ مش مجرد انك تقول اكتب لي قصه رعب، لا، السر في التفاصيل الدقيقه والتوجيه الواضح. اول حاجه عليك تعملها ان انت تحدد النوع الادبي والاسلوب. قول للاي اي بالظبط انت عايز قصه رعب نفسي ولا رعب دموي، عايز اسلوب ساخر ولا جاد، عايزها تشبه اسلوب كاتب معين زي مثلا دكتور احمد خالد توفيق، وده اللي هنعمله النهارده. كل ما كنت محدد اكتر كل ما النتيجه كانت اقرب للي في دماغك. تاني حاجه ارسم الشخصيات الرئيسيه. ما تسيبش الاي اي يخترع الشخصيات من دماغه، اديله تفاصيل، اسم الشخصيه، سنها، شكلها، شغلها، اهم صفاتها، مخاوفها، اهدافها. كل ما كانت الشخصيه واضحه كل ما كانت القصه اقوى. وتالت حاجه ابني الحبكه الاساسيه. اديله الخطوط العريضه للقصه، البدايه، المشكله او الحدث الرئيسي، تطور الاحداث، الذروه، النهايه، حتى لو كانت نهايه مفتوحه. مش لازم تكتب كل التفاصيل، بس وجهه عشان القصه ما تروحش في حته تانية. ورابع نقطه هي حدد الجو العام والمشاعر. قول للاي اي ايه الاحساس اللي عايزه يوصل للقارئ، خوف، توتر، غموض، حزن، سخريه. استخدم كلمات توصف المشاعر دي. وخامس حاجه اطلب منه يستخدم عناصر معينه. لو انت عايز القصه يكون فيها رموز معينه او حدث معين او حوار معين، اطلب منه ده بشكل واضح. وسادس نقطه ودي مهمه جدا، وهي التكرار والتعديل. ما تتوقعش ان الاي اي هيطلع لك قصه مثاليه من اول مره. اطلب منه انه يعدل ويضيف ويحذف لغايه لما توصل للنتيجه اللي انت عايزها.
الاي اي بيتعلم منك مع كل تعديل. البرومبت او اوامر الاي اي فن، وكل ما تتقنه اكتر كل ما ابدعت اكتر، ودي النقطه اللي بشوف ناس كتير بتغلط فيها، فخلي بالك من النقطه دي كويس جدا. طب ما تيجي نشوف الموضوع بشكل عملي. انا هنا دخلت على تشات جي بي تي المجاني وكتبت له اكتب لي قصه رعب حوالي 1500 كلمة بمحاكاة حقيقية لأسلوب دكتور أحمد خالد توفيق الساخر، تدور أحداثها في شقة مسكونة في حي العطارين بالإسكندرية. الشخصية الرئيسية عادل، محاسب في الأربعين، انطوائي، ينتقد الأشياء بشكل ساخر بما فيهم نفسه، بيخاف من الضلمة وبيحب يقرأ كتب رعب. الحبكة الأساسية عادل بيشتري شقة قديمة بسعر رخيص، بيكتشف إن الشقة مسكونة بروح ست عجوزة كانت بتحب القطط، الروح بتحاول تتواصل معاه. الثيمة اللي هي يعني تقدر تقول عليها نوع القصة إيه، هنا أنا اخترت رعب نفسي. الجو العام والمشاعر خوف وتوتر وغموض وسخرية. هنا رد عليا قال لي خلصت لك قصة رعب بعنوان شقة العطارين بأسلوب ساخر يحاكي الدكتور أحمد خالد توفيق، وفيه الجو النفسي المشحون اللي طلبته. لو حابب نطورها أكتر أو نزود فصول أو نحولها لفيديو سكريبت لقناتك بلغني. طيب أنا هنا هكتفي باللي هو كتبه ده واشوف نوعيه الكتابه عامله ازاي. الحاجه اللي وصلت لها بعد ما قريت القصه كويسه، بس ما هياش قوي باسلوب احمد خالد توفيق، فيها من الاسلوب بتاعه لكن تفتقر لبعض الاجزاء. انا مش قصتي دلوقتي، انا ممكن اخد القصه دي زي ما هي واغير فيها حاجات بسيطه واشتغل عليها كده، ممكن اخدها من غير اي تغيير لو انتوا حابين. يعني حاجه من ضمن الغلطات اللي انا لاحظتها في القصه او من ضمن الكلمات اللي هي موجوده في القصه ان هو بيسمي السمسار مسميه الوسيط، والشخصيه اللي هي بطله القصه اللي هو عادل بيتكلم في الحته دي باللهجه المصريه العاميه، فالمفروض ان هو سمسار مش وسيط. برضه هكرر نفس التجربه بس مع جيميناي المدفوع. وهنا انا بقول لكم تاني، انا ما بقولش لحد يعني اشترك او ادفع فلوس، انا بقول لك جرب، ولما الموضوع يجيب معاك فلوس يبقى اشترك براحتك، ان ده حاجه ترجع لك، يعني كده يمشي وكده يمشي. انا هنا اديته نفس الامر اللي اديته لتشات جي بي تي، اديته الجيميناي ادفانسد المدفوع. هنا طلع لي قصه بالشكل ده. القصه هنا متجهه اكتر لاستخدام اللغه العربيه الفصحى اكتر من العاميه، الثانيه كان فيها نوع من العاميه مع الفصحى، بس الفصحى المستخدمه في تشات جي بي تي المجاني يعني ايه اقل جوده من الفصحى المستخدمه هنا، يمكن يكون ده الفرق ما بين المدفوع والمجاني. فهنا هو القصه بالنسبه لي انا كجوده افضل كتير، بس ده ما يمنعش زي ما قلت لكم ان الثانيه كويسه جدا برضه، يعني الاثنين كويسين بس دي طبعا افضل. هنا الجمل بس هو معتمد على العاميه في حتت معينه، زي جمله بيقولها شخصيه من الشخصيات: شقه لقطه يا استاذ عادل، تاريخ واصاله وسعر مش هتصدق. فده اقرب برضه بالنسبه لي لاسلوب دكتور احمد خالد توفيق، والاثنين ما ادوش نتيجه 100% لاسلوب دكتور احمد خالد توفيق، لكن جيميناي ادفانسد كان الاقرب. حلو، انا كده عندي قصه يعني ممتازه عملتها في دقايق، ولو عايز بقى ايه اكمل واعمل قصص كتير باوامر تانية بقى، اسمي شخصيات تانية، ادي ثيمه تانية براحتي. فانا بفكر في ان انا اعمل لي مجموعه قصص كبيره، يعني مش كبيره قوي، يعني اعمل لي 10 12 قصه واحطهم في كتاب واعرضهم للبيع. بالنسبه لنا كده القصه جاهزه ممتاز، بس اي قصه حلوه محتاجه غلاف جذاب يخطف العين، والاي اي برضو ممكن يساعدنا في القصه دي. ممكن نستخدم موقع كانفا المجاني. انا هنا هروح على موقع كانفا، اقول له هنا فوق انا عايز اعمل اي بوك كفر. هنا هيقول لي الستايل ايه، انا هختار حاجه دارك بقى، يعني هنا كلمه دارك، انا عايز حاجه غامقه تناسب قصه رعب. طبعا اللي عليهم علامه التاج دي دول اللي تبع الاشتراك المدفوع من كانفا، لا انا عايز حاجه مجانيه. ده عندي مناسب جدا، هدوس عليه بعدين هختار customize this template، طلعها لي بالشكل ده. هنا العناوين مكتوبه بالانجليزي، طبعا انا هغير الكلام ده كله. انا بفكر ان انا اعمل كتاب فيه 13 قصه رعب وهسميه 13، فهدوس على الكلمه دي على العنوان ده واكتب هنا 13. هكبر الفونت على قد ما اقدر، تمام. هنا ممكن برضو نكبر من هنا. عايز كلمة 13 دي تخض كده، عارفين الرقم يعني ايه ليه دلالة معينة. بعدين حاجة اطلعه هنا فوق في النص، بعدين اخد كلام الصغير ده اكتب هنا بالعربي قصة مرعبة. هنا الفونت ايه صغير والحروف مفرقة، فانا هكبر الفونت شوية واختار خط تاني اكتب له هنا فوق في الحتة بتاعت البحث دي، اكتب له ايه Arabic. هيطلع لي الايه الفونتات اللي تمشي مع العربي اكتر، فهختار اللي هو منتصر ده مثلا. حلو الفونت ده، بس الحروف ما زالت بعيدة عن بعضها. هاجي فوق هنا عند العلامة دي مكتوب عليها spacing اللي هي المسافات، تمام. هو هنا مكبر المسافات جدا ما بين الحروف letter spacing. هصغر دي، هتلاقي الحروف بتقرب من بعضها لغاية لما تقفل الفراغ اللي ما بين الحروف. عايزين بقى نسنترها نحطها في النص، ممكن كمان نكبر شوية نصغر شوية براحتكم. السطر اللي فوق ده أنا مش عارف بقى، يعني ممكن الواحد يكتب اسمه مثلا أحمد شفيق. هنغير الفونت برضو، بعدين هروح بعد كده برضو على spacing هنا واصغر الفرق ما بين الحروف بصفر، تمام. هنا ماشي بس هي مش مقرية قوي فهكبرها.
الموضوع يرجع لذوقكم العام، والموضوع نسبة وتناسب، أشوف الدنيا عاملة إزاي، إيه أحسن نتيجة ممكن أوصل لها وأعملها. طيب أنا برضو هنا لما ببص كده رقم 13 ده مكتوب بالأحمر، طب ما تيجي نجرب بالأبيض ونشوف شكله هيبقى عامل إزاي. تهيألي كده أوقع شوية، بس الفونت بتاع 13 برضو مش عاجبني، أنا عايز حاجة تانية، فونت تاني. وهنا طبعا أنا هعتمد على كتابة الأرقام بالعربية. الأرقام بالعربية هي الأرقام اللاتينية حاليا. عايز خط كده يبقى فيه نوع من أنواع الرعب شوية. هقعد أجرب أشوف لغاية لما أوصل لخط إيه يناسب الفكرة العامة بتاعتي. أنا بتهيألي الخط ده مناسب أكتر، بس هم حاطين على الخط هنا إفكت إن هو منور كده شوية. أنا عايز أشيل النور ده، أجي أختار الرقم ومن فوق هنا أختار كلمة إفكتس. هو حط إن هو نيون، يعني أنا هقول له نون. أختار هنا نون يعني مفيش، ما تدينيش إفكتات. وهنا برضو الكفر بتاع القصة أنا ممكن أعدل فيه شوية. هدوس هنا على كلمة edit وبعدين هختار هنا كلمة adjust. أنا بعمل كده عشان أغمق شوية الكفر كمان أكتر من كده. هاجي على اختيار اللي هو بتاع برايتنس أو السطوع، أنزله حاجة زي كده. وهنا هصغر برضو الرقم شوية بحيث يديني أفضل نتيجة اللي أنا عايزه. شغال يعني مش وحش. المهم إن إحنا وصلنا لكفر شكله معقول. طيب تمام، بعد ما عملت الكلام ده هروح دايس هنا وعامل شير وداونلود. هنا انا هسيب نوع الملف PNG، والحجم هنا مش هيسمح لي بالتكبير عشان انا مش مشترك في كانفا، فكده تمام بالنسبه لي. دوس على الزرار اللي تحت ده واقول له داونلود. هنا طلعنا خلاص الكفر الحمد لله، وطلع بالصيغه اللي احنا عايزينها. بقى عندنا كفر حلو، عندنا قصه حلوه. بنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها الكتاب الالكتروني ممكن نعمل محتوى نستخدمه في التسويق الالكتروني على منصات التواصل الاجتماعي. فمثلا ممكن اعمل قصه، وبعد ما اعمل القصه انزلها على صفحه الفيسبوك عندي، وانا بكون ببيع كتب حقيقيه مش كتب الكترونيه، بس عشان اجذب الناس ان هي تيجي تشترك عندي في الصفحه واقدر اسوق لها بعد كده الكتب الحقيقيه. او الكتب الالكترونيه الثانيه ممكن انزل القصه دي كعينه مجانيه. وبرضه ممكن اسوق الكتاب نفسه ده بطريقه مختلفه شويه. هاجي اروح جاي عامل صفحه فيسبوك ومنزل اول قصه من ال 13 قصه دول مجانا. اللي عايز يشتري بقى الكتاب كله اللي فيه 13 قصه يتحط له لينك بال 13 قصه، وده يبقى تسويق للكتاب اللي فيه 13 قصه. افكار كتير ممكن نستخدم فيها الموضوع ده. طيب دلوقتي عندنا القصه وعندنا الغلاف بتاع القصه، عايزين نحطهم في حاجه واحده نقدر نبيعها. الحاجه دي هتبقى ملف PDF. اللي هيشتري القصه هيقدر يعمل تحميل للملف PDF ده. فانا هنا رحت على موقع كانفا اللي بيتيح عمل ملف PDF مجانا. هقول له هنا make a PDF. هدوس على هنا على السلايدر ده واعمل تصغير او زوم اوت يعني علشان ابقى شايف الملف كله. اول صفحه عندي هنا هحط كفر الكتاب. فانا هنا هاجي على كلمه ابلود وهدوس هنا على ابلود فايل واختار الكفر اللي انا نزلته من شويه وهيطلع لي بالشكل ده. هاجي اروح ساحب الكفر زي ما هو وحطه هنا وهكبره بحيث ان هو يبقى ملائم لشكل الصفحه بتاعتي. خلاص حطيت الصوره بالشكل ده. هاجي تحت على كلمه pages اللي موجوده تحت دي وادوس عليها وهضيف صفحه جديده عن طريق علامه الزائد دي. طيب عملنا الصفحه الجديده، انا ناقصني هنا عنوان القصه. هرجع هنا تاني لجيميناي ادفانسد اللي اداني قصه افضل من وجهه نظري واقول له اكتب لي عنوان للقصه. طبعا ممكن اديله شروط، انا بس باثر عليكم الطريق. ممكن اديله شروط اقول له اديني العنوان جذاب جدا ويكون مثلا بيعبر عن الرعب بتاع القصه او بيعبر عن التيمه بتاعت القصه وهكذا. انا اداني عنوان شقه العطارين المسكونه انا والمرحومه مدام روز وقططها التي لا تحصى. انا مش عاجبني العنوان، فانا هختار حته بس من العنوان. هاجي اختار شقه العطارين المسكونه، اعملها كوبي وارجع هنا لكانفا وعملت هنا بيست للعنوان. فهو حط لي العنوان بالشكل ده. انا كنت مظبط الفونت ومختار هنا اريال عشان الفونت محايد للقرايه ومختار الحجم 16، بس كعنوان هنا طبعا يعتبر حجم صغير جدا، فانا هخليه هنا بولد او عريض وازود حجم الفونت بتاعه مثلا ل20 او 22. وبعدين هختار طبعا هنا الاينمنت عشان اجيبه على اليمين عشان يناسب الكتب العربيه. انا هرجع تاني هنا على القصه اعمل كوبي لاول جزء منها، بعدين اعمل بيست واشوف الشكل العام عامل ازاي. معقول بالنسبه لحجم الفونت وبتاع، بس انا هو برضو غير الفونت هنا. انا عايز الفونت اريال لانه ايه فونت محايد يعني الناس كلها عارفاه ومتعوده ان هي تقرا بيه. اختار اريال وهكبر الفونت شويه علشان الحجم بتاع 12 ده كان قليل جدا. بالتالي معقول الحجم ده للقراءه الالكترونيه يعني. وهكذا هكمل على هذا الشكل. لو غير لكم الفونت بعد كده ممكن او تحفظوا الفونت اللي انتوا اخترتوه. انا هنا اخترت الاريال تمام ومقاس 20، وهكذا نكمل الموضوع كله للاخر.
طيب خلصنا وعملنا القصة دي وكملنا الكتاب، حطيناه كله ورتبناه يبقى شكله منظم وحلو. اختار بعد كده شير برضو واقول له داونلود. هنا PDF ستاندرد، دي حاجة مهمة، وحجم الصفحة A4. تمام، هعمل له داونلود وبقى عندنا الكتاب جاهز. دلوقتي نيجي للجزء المهم، ازاي تكسب فلوس من القصص اللي بتعملها بالاي اي دي. في طرق كتير بس انا هقول لك على 3 طرق. اول واحده هي بيع الكتب الالكترونيه. انت ممكن تعمل كذا قصه وتجمعهم في كتاب الكتروني وتبيعهم. ممكن تبيعهم على منصات زي امازون كيندل دايركت بابلشنج او KDP، ودي اكبر منصه لبيع الكتب الالكترونيه في العالم. سهل جدا ترفع عليها كتابك وتحدد سعرك. وفي موقع تاني اسمه جامروت، وفي عندنا برضو حاجه زي باي هيب اللي احنا شرحناها قبل كده. دي منصه الكترونيه ممكن تعمل متجر بتاعك وتطلع كتابك عليها وتعرضه بالسعر اللي انت عايزه. وبرضه ممكن تعمل متجرك الخاص على system.io اللي احنا برضه اتكلمنا عليها، وهتلاقي رابط ليها في صندوق الوصف، ده رابط افلييت. تمام، لو حابب ان انت تخش في القصه دي ممكن تعمل القصه دي مجانا، وليها شرح فيديو بالكامل من خلالها تقدر تعمل متجرك الالكتروني وتبيع من عليه. طيب تاني فكره عندنا هي تقديم خدمات كتابه القصص كفريلانسر. في ناس وشركات بتبقى محتاجة قصص لأغراض مختلفة زي محتوى المواقع، سكريبتات لفيديوهات، قصص أطفال، قصص تسويقية، حاجات زي كده. ممكن تعرض خدماتك ككاتب قصص بالذكاء الاصطناعي على مواقع الفريلانس زي أبورك مثلا أو خمسات أو مستقل، ووضح في بروفايلك إنك تستخدم ال AI عشان تكتب قصص بجودة عالية، ودي ميزة تنافسية ليك. وبرضه عشان الموضوع ما يبقاش فيه غش. تالت فكرة ودي عجباني جدا، إنشاء قناة يوتيوب أو بودكاست للقصص. دي طريقة ممتعة جدا ممكن تجيب لك دخل كويس على المدى الطويل. ممكن تقرا القصة اللي بتعملها بالاي اي بصوتك وتعملها مونتاج بسيط مع مؤثرات صوتيه، وهيبقى فيديوهات مناسبه جدا. وقنوات الرعب والقصص الغامضه مشهوره جدا على اليوتيوب، وده ممكن يكسبك من الاعلانات بتاعت اليوتيوب او من الرعايات او من بيع كتبك الالكترونيه مباشره لجمهور القناه. وفي الاخر اختار الطريقه اللي تناسبك او جربهم كلهم، الموضوع يرجع لك. وعشان ما تضيعش مجهودك في كام غلطه لازم تتجنبها وانت بتستخدم الاي اي في كتابه القصص. اول غلطه هي الاعتماد الكلي على الاي اي. اوعى تاخد القصه من الاي اي وتنشرها زي ما هي، لازم تراجعها وتعدلها وتضيف لمستك وتتاكد انها منطقيه ما فيهاش تكرار. تاني غلطه هي اهمال صوتك الخاص. حتى لو الاي اي هو اللي بيكتب فلازم القصه يكون فيها روحك واسلوبك. عدل في الصياغه، ضيف تعليقاتك، خليها بتاعتك يعني. رابع حاجة هي الخوف من التجربة. ما تخافش تجرب أنواع مختلفة من القصص وأساليب مختلفة وأدوات مختلفة. الكتابة عملية إبداعية. خامس حاجة هي إهمال الجانب القانوني. لو هتستخدم ال AI لكتابة القصص وهتبيعها، اتأكد من شروط استخدام الأداة اللي بتستخدمها. هل مسموح باستخدام المحتوى اللي بتولده لأغراض تجارية؟ مهم جدا تعرف النقطة دي، خصوصا لو هتتعامل مع السوق الأوروبي والأمريكي. أهم سؤال عندنا النهاردة، إزاي القصة اللي أنت كتبتها بال AI دي تبقى بتاعتك أنت؟ إزاي تضيف بصمتك الإنسانية؟ أول حاجة التعديل والمراجعة. راجع كل كلمة، غير الصياغة، ضيف تفاصيل، احذف الأجزاء المملة، خلي القصة تتنفس بطريقتك. تاني حاجة تطوير الشخصيات. حتى لو ال AI عملك الشخصيات، انت اللي ممكن تضيف لهم عمق ومشاعر حقيقية ودوافع مقنعة. تالت نقطة الحوار. راجع الحوار كويس جدا، هل هو طبيعي؟ هل هو بيعبر عن شخصية كل واحد؟ ضيف لمسات عامية مصرية لو ده مناسب، أو اللهجة العامية بتاعت بلدك أو بتاعت الشخصيات. رابع حاجة الرسالة والمعنى. ايه الرسالة اللي عايز توصلها من القصة دي؟ ايه المعنى اللي عايز القارئ يطلع بيه؟ انت اللي بتحدده. خامس حاجة التجربة الشخصية. حاول تربط أحداث القصة أو مشاعر الشخصيات بتجارب شخصية مريت بيها، ده بيدي القصة صدق وعمق. ال AI أداة قوية جدا، بس الإبداع الحقيقي لسه طالع منك أنت. وكتابة القصص بالذكاء الاصطناعي ما بقاش خيال علمي، ده واقع وفرصة كبيرة جدا لأي حد عنده شغف بالكتابة. فرصة إنك تعبر عن نفسك، فرصة إنك تبدع، وكمان فرصة إنك تكسب فلوس. ما تخافش من التكنولوجيا الجديدة، استغلها لصالحك. العالم بيتغير واللي بيواكب التغيير ده هو اللي هينجح. ويا ريت لو عجبك الفيديو ده تشترك في القناة وتعمل لايك وتكتب تعليقك، وانا ان شاء الله هرد عليك. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله على كل خير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. احمد شفيق.